الارض ملي تضرب دوره كامله على الشمس، سكان الكوكب المسطح تيحتفلوا بهذا النهار اللي تتبدا فيه دوره جديده. فكندخلوا للشبكه العنكبوتيه تلقاو البشر في الكوكب خالقينها فرحانين ناشطين تيغنيو مروجين الهرمون الدوبامين في الكوكب كامل الا في واحد القنت. تدخل باش تشوف الاحتفالات تتلقاها ملخصه في جوج حوايج: كسيده خايبه، اعتقالات بالجمله. وتخايل انت حنا مريحين في تويت شادين الصون تنقلبوا على الناس اللي محتفله، ما لقينا غير الاسعافات والصافيطات العربده الضرب والجرح السب والشتم. ما كانش غير هادشي، كان حتى هادشي، ولكن عدسات الكاميرا عزيز عليها تصور غير هادشي، ولا ما عندهمش ترخيص باش يصوروا هادشي. حاجه من الجوج. واحد تيبان لي كاع العدسات ديال الكاميرا سميتهم شوف تيفي، عراب القنوات الالكترونيه الاخباريه الناقله لكل ما هو حصري، انسبيرات الالاف من اللي عندهم غير هاتف ذكي لا يتعدى ثمنه 999 درهم، وبطاقه الصحفي تتخول ليه يكون سلطه رابعه عندها الحق تصور وتنشر داكشي اللي مخبي بجوده محدوره الدقه، بعدين لا عندها شي دقه، وتقول تيصوروا بمسجلات وقال لك حتى هما تيتجاراو باش ينقلوا لنا الحقيقه. كيفاش كتصور بنادم؟ صحابي شدوا من الله باش يدير من الوجه. لا حيدو البوليس راه ماشي معاك تديرو من ظهرو تورينا خدمتنا. تا هو شي وراه خدمته اللي شنو هي خدمته؟ تصور بنادم شادينو البوليس وغاديين به للكوميساريه. خدمه واش من خدمه وشحال فيها يا صاحبي ديال تماره؟ عرفتي تبقى هاز التليفون وتدور تابع بنادم في عين الدياب ليله راس العام وتصور مشاهد اللي ما تعرفش شنو الغريب فيها في ديك البلاصه بالذات. على طول العام البوليس يشدوا بنادم اللي تيبان لهم مساكن ما واكلينش، تيبقاو فيهم مساكن ما معشينش، تيديوهم يعشيوهم وتيدبروا لهم حتى في المبات بين محل الخالق. هما الصراحه مساخط الوالدين اللي عزيز عليهم التقيد سميتهم في الكناش على البدي ديال العام في الكوميساريه وتدوز في المحكمه ويترسموا في الكادر ديال الخارجين على القانون، تيحسوا بشرف الا بداو عامهم وراء القضبان. واحد راه قال لهم ما ندخلش الكوميساريه الا في يدي شي حاجه، قال لهم ما جاتش وما عجباتو غير ديك الخصه اللي حدا الباب والو، قال لهم نقدمها هديه بمناسبه استقبال العام الجديد. اما وحده صوروها من كاع الجوايه كان خاصها غير السجاده الحمراء ووقفات تتقد الفلاشات، ما خلوهاش تدخل تعشى بالستر. حشومه عليهم، راه يمكن جات غير تعاود لاكارت ولا طلب شهاده السكنه، ما تعرفش اش مدخل تما بالليل. وملي سالات شغلها ركبوها في سطافيط ووصلوها حتى لدارهم. الشرطه في خدمه الشعب. واحد مسكين تقطعوا ليه حوايجه مع البرد، بقى فيهم حلفوا عليه تيدخل يتعشى ومن بعد غيهزوه يديو عند شي خياط باش يخيط ليه شي جلابه بالطنز الرباطي. ودابا هادو اللي تيصوروا وينشروا الناس بلا ما يدرقوا لهم وجههم، واش عندهم الحق يديروا هكا؟ حقا عندهم بطاقه الصحافه، والسيد وزير العدل تيدافع عليهم وباغي يخرج قانون يحميهم وتيعطيهم الحصريه بوحدهم اللي يبقاو عندهم الصبعان يطبلوا الفون باش يزغرتوا. اما ما تبقى من البشر يمشي لواحد تيهضر غيتحقر. عندك بطاقه صحفي من المجلس الوطني للصحافه مرحبا بك، ما عندك المجلس الوطني ما عندكش الحق دير الاعلام، ولا درتي الاعلام غادي نتابعك بانتحال الصفر. واخا سوي لك الانسان اعلامي وعنده البطاقه هانيه يشهر وينشر صور الناس عادي، يعني هادو مواطنات من حق الصحفي يصورهم في هذا الوضع وينشر صورهم للعامه، ما عندهم عائلات ما عندهم ظروف ما عند جد باباهم على شي يحشموا. المهم هو الواحد تكون عنده بطاقه الصحافه، هادشي اللي فهمت. واش حنا المواطن عندنا ساهل لهذه الدرجه هذه؟ راه ما ساهلش لهذه الدرجه. يجب ان نحمي المواطن المغربي في حياته الخاصه وفي حياته اليوميه. ونعم الحمايه الصراحه ما عندي ما نقول في هادشي اللي راه تشوفوا عيني. التناقض في ابها حطات حط الاواخر. تصور الرادار اللي كاين في التورود من يصور من القدام كيصور السياره من اللور، علاش؟ باش ما يصورش شكون راكب حداك. ويلا صورك من اللور راه يقدر يصور اللي راكب وراك، راه فيك طولانطي زعما. ولكن ما علينا، موضوع الصحافه والحياه الخاصه ديال الانسان اسويت شي نبي باش ندخلوا عند الامتحان ديال المحاماه اللي خلق ضجه مؤخرا. هذا شويه دوينا على وضع المحامي في المغرب، باقي كاع ما برداتنا د الخواض والقيل والقال. راه قال لك والله اعلم بقات غير هيفاء وهبي بوحدها اللي ما نجحتش ولات محاميه، واصلا هي لا صوت لا اداء وناجحه في المجال الغنائي وما عمرنا عرفنا السبب. وبلا ما يقول لي شي واحد ما عنده حتى علاقه، راك نيه مباركه تدير للماء منين يدوز. السميات راه في المغرب كلها كتشاب، كتعرف شحال وهبي كاين في المحاماه؟ راه 42 وهبي كاين في المحاماه، واش كلهم كيجيوني؟ لا ما غاديش تكون 42 كامله، يمكن غير 41 اللي تجي، وداك الواحد اللي شاط تيجي الهيفاء. سؤال سولوا على اللي نجحوا هذا العام واللي على ما قالت الجزيره ولد الوزير كان سميتو مع السميات ديال الناجحين. من بين الناجحين
نجل وزير العدل المغربي. وهذه الجزيره منبر اعلامي كبير، وخاص الوزير يسولهم واش عندهم بطاقه الصحافه. انتم كلكم صحفيين عندكم لاكارت. سؤال وجيه باش الا ما كانتش عندهم يتفاهم معهم. هاد الخبر ما جابتهاش الجزيره، انما رواد الفيسبوك هم من تطرقوا لهذا الموضوع بجديه تامه، خلات السي الوزير يعبر على مشاعره تجاههم. يا اخي جلس واحد في القهوه ضربها سجلوا راه مفقسيني هذوك ديال الفيسبوك. واحد الاكس جالس في شي قهوه اكس في شي قنت اكس في هذا الكوكب، تخيل عنده تاثير مباشر ديريكت على الوزير وفاقصو. هذاك اللي جالس في القهوه في فيسبوك كيكتب تستعملات ديال القهوه قدحا، زعما راه ما عندهم ما يدار، بينما القهوه تجمع الجميع كي دوزام تجمعنا وراه حتى القهوه. ولكن معالي سعاده الوزير يمكن ما عندوش مع الطرياح في القهوه، يقدر يكون تيخنقوا الدخان تيديرونجيه. بناء عليها نجمعوا الاراء ديال كاع دوك الناس اللي تيريحوا في القهوه وغنديروهم في واحد الميكاساك وغنديهم اللحوم بحال ما كانوش، وغنديروا داكشي اللي بغا، حيت هو قال لك تيخلق مناصب شغل. ودابا انا كنخلق مناصب شغل، خلقت فيه 2000 منصب شغل، ثاني خلقت منصب 2000 منصب شغل. تيخلق من نجيبوا مناصب الشغل، وبنادم في القهوه مريح داير رجل على رجل تيناقشوا في كيفاش ومعاش وعلاش. التراد البشر ما عارفش وباغي يهضر، خليوه غا هو يهضر، راه تيعرف يعبر اللي على قلبه على لسانه بوحدو تيخوي المزيوده. هيا فقره ولدي في كندا راسو ما سولو حد، بجمله لغى شحال من مؤسسه. ديك الكروش اللي كيدير ميسي كيلغي به فرقه هو الشيء اللي دار بجمله وحده. لاباس عليه وخلص عليه وقرا في الخارج. زعما انا راه ما كاين لا قرايه لا صح مص. هذه جمله قالها الوزير، ماشي شي رجل اعمال مشهور ما عنده علاقه بالسياسه، بعيد كل البعد وتلاقى بالصدفه مع ماكرو. يقدر يقولها ويتساءل عليها حيت فيها اساءه لواحد النظام في واحد العالم موازي ما عنده حتى علاقه بالعالم اللي حنا عايشين فيه. وهاد الشخصيات كامله اللي من قبيل وحنا تنشوفوا غير ارشيف مقاطع كانوا تلقاو في شمال غرب اليابان. السي عبد اللطيف وهبي، واش لاول مره يتم اعتماد هذا الكسام الكندي في مباراه ديال المحاماه ولماذا؟ ها انت عقل. السؤال كان علاش اختاريتوا هاد اللعيبه دابا بالضبط؟ الجواب كان انا اعرف، انا سقطت في الامتحان حينما كنت شبابي، واعرف الشعور بالسقوط طبيعي جدا. مشرفين كارتا خرج بها في الدوزيام غير باش يبين راه الاخرين اللي خايبين وما بغاوش يتقبلوا الهزيمه سقطوا، راه كاع سقطنا، ولكن هو تابر باش يولي وزير. بهذا المنطق هذاك اللي نجح وتفبرك الرقم ديالو مع سميه اخرى خاصو يسلك نفس الطريق، لا بغى يولي وزير واحد النهار. داكشي ديال النجاح على التوالي ما مزيانش حتى لديك الدرجه. حاليا تنديك الدكتوراه ديالي في قانون الضرائب، وتانا ضحيه ديال هاد الامتحان الفاسد، وحده من بزاف اللي طالبوا بالغاء واعاده الامتحان حيت بان لهم باللي تظلموا فيه، وفيهم اللي مشى بعاد من غير المطالبه بالغاء الامتحان. بالدليل شاهد قبل الحذف لائحه الناس اللي نالوا شرف النجاح عن جداره واستحقاق. هذه اللائحه التي تفوح من رائحه الفساد ورائحه التواطؤ. مني غنجيو نحسبوا هذه اللائحه بزاف على الصدفه، 37 عائله، كل عائله فيها شي 2 3 4 ديزين. الوزير قال لك عطيه غير الدليل وما تهدرش من فراغ. ها واحد الصدفه ما عنده ما يقول عليها من غير يحليل اللي سبحان الله 37 عائله استفادت، وراه قال لك خلق 2000 منصب شغل. واش حنا نعرفوا قدو؟ اجي بعدا واحد الحكومه شنو الراي ديالها في هذا الشيء اللي طاري؟ شخصيا تحدثت مع وزير العدل قبل قليل، اكد لي شخصيا انه عنده موقف واضح حول الموضوع سيشرحه في الساعات المقبله. شكرا لكم. جواب الحكومه بضحكه تتلخص المقوله الشهيره اللي تتقول اللي دارها بيديه راه عنده لسانو يجاوب به. انا كنقول لي في راسي وعندي قناعات وما تنخبيهاش، وتنقول هذه القناعات اللي خلق عليا مشكل. انا مع الحريات، انا مع احترام المواطن. خاص هذاك المواطن الله يهديه حتى هو ما يكونش رايح في القهوه وتيدخل يكتب في فيسبوك، والا غيولي فاقس الناس السي الوزير ولا معصب ولا شي حاجه. تنعصبيه هذا بعض الاحيان كيطلع لي الدم، كنقول داكشي في قلبي. غنقول لك ويقول لك نقاط الضعف ديالو بلا ما تسقسيه. عنوانه في الحياه الصراحه راحه، وهذا الشيء يمكن لاش تيصارع باش ينزل القانون اللي تيحد البنادم السرعه وما يبقاش هداوي. مي ما تيقولش هكا، تيجيب لها الدوره ماليه ملي تيقول لك المواطن ما عند الحق حتى واحد ينتهك خصوصياته، وهذا الشيء اللي حنا متفقين معاه عليه بطبيعه الحال. جوج الناس تيديروا شي مصيبه في شي قنت، اش الدليل نصورهم؟ اش الدليل نمشي ليهم؟ معقوله حتى واحد ما عنده الحق، وبصح خاص قانون اللي تيقاد هاد المهزله ديال الاعتداء على خصوصيه الناس العاديين. اما بالنسبه للمسؤولين فرا السي الوزير كان واضح في هذه المساله. اما تنتقدوا السياسي هذا من حقكم، تصوروا سياسي هذا من حقكم، تبعوا سياسي هذا من حقكم. انا يكتبوا عليا ما هذه حتى مشكل، يضلوا يكتبوا. حركت دعوه نقول شويه هكا غادي نديروا بعد تنقولوا هذه الصحافه ما كاين مشكل. تقدر تنتقدوا وتصوروا من حقك. هو تيتقلق شويه وتيفكر يمشي يحرك القضاء ضدك، ولكن ما تيديرهاش حيت فاهم الحياه. غا هو لا تنساوش راه اللي عنده الحق يصور وينتقد يشهر وينشر غير اللي عنده البطاقه، اما ما تبقى ديرها مها يقول لك تلاو.